السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتكم وصفات أميرة. نتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبتمام الصحة والعافية وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. كنرحب كاع الناس اللي انضموا للقناة ديالي جداد، مبقى لينا والو ان شاء الله ونوصلوا ل100 الف. كنشكركم بزاف على التشجيع ديالكم، على الدعم ديالكم، ايضا على التعاليق ديالكم الرائعه. والوصفه ديال اليوم غادي تكون طورطه فيها كيك بالطبقات، وايضا طبقه ديال الكريمه اللي كتجي رائعه جدا. هاد الطورطه هذه كتجي رائعه في الشكل وايضا في المذاق، سهله في التحضير، ومكونات كما عودتكم دائما في الوصفات ديالي بسيطه ووفره. الى عجبتكم هذه الوصفه بلا ما نطول عليكم اكثر، غادي نخليكم باش تكتشفوا معايا في الفيديو طريقه التحضير وايضا المكونات. تابعوا معايا الفيديو حتى الاخير وفرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير غادي نحتاج 2 ديال البيضات، كيس خميره الحلويات انا عندي فيه 11 غرام، عندي نص كاس من الحليب، نص كاس من السكر، ونصف كاس من الزيت، عندي ملعقتين كبيرتين من الكاكاو، الفانيلا السائله تقدروا تعوضوها بكيس سكر فانيلا، عندي كاس ونص من الدقيق العبارة بنفس الكاس، هذا الكاس كيهز 200 مليلتر، وعندي قبصه ديال الملحه. في اناء وضعت البيض، غادي نضيف عليه السكر، غنضيف عليه الفانيلا، قبصه ديال الملحه، وغادي نخلط الكل جيدا حتى كيندمجوا. غنضيف عليهم الزيت، غنضيف ايضا الحليب، وغادي نخلط الكل. هنايا في الغربال غادي ندير الكاس الاول ديال الدقيق. ضروري البنات تغربلوا الدقيق، حيت قد ما كتغربلوا الدقيق في الكيك قد ما كيجيو رطبين ومفشفشين. غنضيف عليه خميره الحلويات، وغادي نضيفو فوق من الخليط الاول. غادي نزيد نص كاس المتبقي ديال الدقيق، وغادي نخلط جيدا. كيكون هذا هو القوام اللي كتحصلوا عليه، كتجي بحال شويه جاريه، ما كيكونش عقد بزاف. كنقسمو على جوج، غادي نوضعو هكا في جوج ديال الزلايف. نحاول انني ندير الكميات متساويه. نصف غادي نزيد عليه الكاكاو، هنايا خديت الاطار اللي القطر ديالو 24 سنتيمتر، فرشت فيه غير ورق الطهي. غادي نوضع فيه نصف الكميه ديال الخليط اللي درت مع الكاكاو. نحاول اني نوزع الخليط الكيك في المول، واخا يبان لكم البنات بان الكميه قليله فغير وزعوها مزيان، فملي كيدخل الفران كيتنفخ شويه. غندخلو الفرن يكون مسخن على 180 درجه من الفوق ومن الاسفل، يعني كيكون مشعول فيهم بجوج. كيطيب بسرعه، يعني ما كياخذ حتى 5 ديال الدقائق، وكتكون طابت صافي وكتخرجوها. هنايا كما كتشوفوا معايا خرجتها من الفران، كتشوفوا بان الكيك كيجي رطب. غادي ندير عليه نصف الكميه ديال خليط الكيك اللي خليناه ابيض. غادي نسرحها فوق من الطبقه الاولى. من بعد غادي ندخلو الفرن يكون مسخن غير من الفوق فقط على 170 درجه، وكنخليها حتى هي كطيب بسرعه، ما كتاخذ حتى 5 ديال الدقائق. تكون دائما حداها، ما تخليوش يتحمر بزاف، يعني غير يبدا يتحمر شويه صافي خرجوه. هنايا من بعد ما خرجتها من الفران كما كتشوفوا معايا، غادي نخوي عليها الكميه اللي بقات لنا اللي درنا لها الكاكاو.
غادي نسرحها مزيان وغنعاود ندخلها الفرن اللي يكون مسخن ايضا على 170 درجه من الفوق فقط، يعني ممشعوش من الاسفل حتى كطيب ونخرجوها. هنايا من بعد ما خرجتها من الفران غنضيف عليها اخر طبقه ديال الكيك. كما شفتوا معايا البنات، واخا طيبناه على شحال من مره فما كياخذش نهائيا الوقت بزاف، يمكن كيطيب اسرع من انك ديري كيك عادي في الفرن. هنايا البنات من بعد ما سرحتها غندخلها عاود الفرن اللي يكون باقي مسخن غير من الفوق فقط حتى كتحمر لنا وتخرجوها. هنايا البنات من بعد ما خرجتها من الفران كما كتشوفوا معايا كيجيو الطبقات باينين، كيجي الكيك رطب بزاف. انا هنايا غادي نقطعو على اطار اللي قياس ديالو 20 سنتيمتر لاني مبغيتش تجيني طورطه اللي هي كبيره. بالنسبه لهاد الجوانب اللي غادي نحيد اكيد ما غيطرموش، اكيد غناكلوهم. بالنسبه لكم نتوما تقدروا تخليوها في نفس المول فاش طيبتوها وديروا عليها الكريمه في داك المول، يعني الكريمه اللي غادي نعطيكم يعني قاده بانكم ديروها في مول كبير. من بعد ما قطعت لها الجوانب غادي نديرها دابا في الاطار. هنايا غادي نثقبها بعود ديال الشواء. غادي نسقيها بالحليب. الكيك انا عندي مازال دافي، يعني سقيته غير بالحليب عادي بارد. الى الكيك عندكم بارد دفيو الحليب شويه. دابا غادي نخليها على جنب تشرب الحليب وغادي ندوزو باش نصاوبو الكريمه. وفي الكريمه غادي نحتاج 200 مليلتر من الحليب. كميه الحليب كتبقى دائما على شنو اللي مكتوب عندكم في العلبه اللي غادي تشريو ديال بودره الكريم شونتيي. قراو شنو مكتوب عندكم في العلبه، يعني الكميه ديال الحليب اللي خاصكم تخلطوه معها. غنحتاج ايضا بودره الكريم شونتيي بالشوكولاته. وكاضافه انا غادي نضيف 3 المعالق كبار من شوكولاته الدهن النوتيلا. تقدروا انكم تستغنيو عليها، تكتفيو فقط بالكريمه العاديه. غادي نضيف بودره الكريم شونتيي على الحليب وغادي نطربها حتى كتطلع. هنايا غادي نضيف عليها شوكولاته الدهن. تقدروا تعوضوها ايضا بشوكولاته مذوبه، تخليوها حتى كتبرد، ما ديروهاش وهي سخونه. غادي نطرب الكل. هنايا البنات حذف ليا المقطع فاش بديت كندير الكريمه. تديروا الكريمه عادي مباشره فوق من الكيك وكتسرحوها مزيان. حاولوا انكم تخليوها طبقه متساويه. من بعد البنات غادي ندخلها الثلاجه تشد فراسها مزيان وتبرد جيدا. هنايا البنات من بعد ما بردت مزيان في الثلاجه غادي ندوز السكين في الجوانب باش يسهل عليا انني نزول الاطار. غندوز السكين غير بشويه في الجوانب ديال الطورطه باش نحيد دوك الشنيتيفات اللي كيوليو فاش كتزول الاطار. بالنسبه للتزيين انا غادي نزين فقط بالشوكولاته المذابه. ذوبتها عادي في حمام مريم. التزيين كيبقى اختياري على حسب الرغبه ديال كل وحده وشنو اللي متوفر عندها في البيت. غنعمل بها غير هكا خطوط فوق من الطورطه وغادي ندير خطوط بالعكس. هنايا عندي فراوله اللي قطعتها على 4 غنزين بها في الجوانب.
وكان هذا هو الشكل النهائي للوصفه ديال اليوم. نتمنى انها نالت اعجابكم وايضا الفيديو عجبكم. ما تبخلوش عليا بلي لايك، تبارطاجيو لا فيديو مع اصدقائكم، وايضا الا ما مشتركينش في القناه ما تنساوش انكم تضغطوا على زر الاشتراك الاحمر وايضا زر الجرس اللي كيكون حداه باش توصلوا بكاع الاشعارات واش نحط فيديوهات جايه ان شاء الله. وكان هذا هو اخر الفيديو ديال اليوم. كنت معكم اميره، خليتكم في امان الله، ملتقانا في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.